جمهور النادي الاهلي زعلان ان الاهلي لسه لحد دلوقتي ما جابش مهاجم. طيب وايه بقى؟ والنادي الاهلي كسبان جوماهيا الكيني في كينيا 3-0. امال لو كان الاهلي جاب مهاجم كنا نكسب كام؟ اعتقد لو كان النادي الاهلي جاب مهاجم شرس في فترة الانتقالات الحالية اللي لسه لم تغلق، اعتقد ان النادي الاهلي كان احتل كينيا. في البداية لا ننسى طبعا الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب هتقول لي عايز تقول لي، احب اقول لك ان احنا حرفيا احتلينا كينيا وفوز تاريخي واول فوز مصري على ارض جمهورية الكيني، وده رقم تاريخي. طيب حاجة تانية بقى قبل ما نتكلم في احداث المباراة، في حاجة لازم نتكلم عليها، موضوع القناة الناقلة. القناة الناقلة كانت قناة أبو ظبي الرياضية، وأنا بجد من موقعها هذا بحب أشكر ظبي في قناة أبو ظبي. قناة حرفيا عالمية من الطراز الرفيع، قناة عاملة شغل عالي جدا. طبعا الاستوديو التحليلي الأستاذ يعقوب السعدي اللي غني عن التعريف، وكان معاه الأستاذ ضياء السيد وخالد بيومي. لا كان بجد كان استوديو محترم ما بين الشوطين، انت تستلذ كده وانت بتسمع التعليق والمباراة والاستوديو. طيب التعليق بقى ده في حتة تانية خالص، ده حتة خمسة. بص التعليق مش محتاج تعليق، التعليق تقدر تقول عليه ان هو بنبناية. مين اللي كان بيعلق؟ الاستاذ الكبير العالمي عامر عبد الله. عامر عبد الله انا بحبه من يوم ماتش الاهلي والهلال، فاكرين الماتش ده اللي كسبناه 4 على ارضهم. طيب النادي الاهلي طبعا مش محتاج شكر، لكن الاستاذ عامر عبد الله قعد يشكر في النادي الاهلي فرد، قعد يشكر في مصر واللي جاي من مصر وابو مصر واحد. كان ناقص بس ان هو يطلع يشكر جمهور النادي الاهلي اسم. وشكر مين بقى؟ قال لك للاتحاد السكندري على مصر، البورسعيد، الزمالك، اهلي، مش عارف محله قال على كل الاسماء والانديه. والمشكله بقى؟ المشكله ان بعد الماتش طلع يشكر جماهير النادي الاهلي على تعليقاتهم على تعليق عامر عبد الله. لكن عامر عبد الله بصراحه راجل غني عن التعريف، وراجل معلق قوي جدا، مش زي معلقين كتير جدا في الدوري بتاعنا او في اي دوري. لا انا بجد بطالب ان قناه ابو ظبي الرياضيه هي اللي تنقل كل مباريات النادي الاهلي. قال لك بقى عامر عبد الله؟ كان طبعا النادي الاهلي مسجل هدفين في الشوط الاول، وبعد كده في الشوط الثاني نزل كهربا. قال لك انت نازل ليه يا كهربا؟ ما هي منوره لوحديها. والله يا جدعان هي منوره من غير كهربا والدنيا مزعزعه. وقال لك حته يا جماعه في نهايه المباراه غريبه الشكل، والله حاجه غريبه الشكل. كان بيقول لك بقى؟ بيقول لك الواحد هو نازل من بيته واخد المصحف من امه او والدته، امه بتندهله بتقول له انت نسيت حاجه. طبعا توقعنا كلنا هو نسي نسي يبوس على ايد والدته. لكن الاستاذ عامر عبد الله قال لك لا، بعد ما بياخد المصحف من والدته وهو ماشي، والدته بتقول له انت نسيت حاجه، فبيقول لها نسيت بتقول لا نسيت تيشيرت النادي الاهلي. بص لا تعليق يا عم؟ ده هو اتغيرت من امتى؟ طيب هي اتغيرت وانا معرفش؟ هو انا كنت نايم ولا حاجه؟ كنت نايم انا صحيت فجاه المفروض ان هو بيبوس على ايد والدته، لا بياخد منها تيشيرت النادي الاهلي على اساس ان هو البركه. يعني لا خد يا ابن البركه، ده تيشيرت النادي الاهلي، ده بركتنا في الدوري، بركتنا في كاس العالم، بركتنا في دوري الابطال، بركه النادي الاهلي. والله يا جماعه الاستاذ عامر عبد الله معلق كبير وبنشكره جدا، ويا ريت يعلق لنا على كل مباراتنا الجايه. وهزعل جدا لو معلقش على مباراه جمهورية في القاهره اللي هتقام يوم 21 السبت القادم باذن الله. طيب خدنا وقت طويل جدا من وقت الحلقه في الشكر للاستاذ عامر عبد الله، لكن والله هو يستحق الشكرانيه. في بقى موضوع تاني، وكان مين بقى في الاستاد؟ مين؟ المفتش كومبو
على رأي الكابتن ابو معاطي زكي. مين بقى المفتش كومبو اللي كان بيراقب النادي الاهلي خطوه بخطوه وهدف بهدف؟ كان عمك جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك. كان بيبص طبعا لان في ماتش سوبر يوم 27 مع الاهلي والزمالك، ف عنده ماتش قدام الاهلي، فطبيعي لازم يدرس النادي الاهلي. شكله لسه لحد دلوقتي ما يعرفش النادي الاهلي، ما يعرفش ان النادي الاهلي بيلعب خسران بيلعب كسبان بيكسب في اخر المباراه، يعني 90 دقيقه بيعدوا الاهلي يبقى كسبان. هو لسه ما فهمش النقطه دي يا جماعه، لكن مع الوقت هيفهم. حضر المباراه، لكن اعتقد ان هو بعد المباراه ده جات له نوبه سكر او جلطه من اللي حصل. يعني هدفين في دقيقه، انا كنت هتجنن. ايه يا عم ده؟ ايه اهلي؟ عيب يا اهلي. وعم عبد الله بيقول لك ما تستفزوش، انتوا اللي استفزتوه. فعلا انتوا استفزتوه ازاي؟ استفزتوه لان المدرب بتاع جوماهيا الكيني طلع وقال لك النادي الاهلي ما بيلعبش الساعه 4 العصر او الساعه 3 العصر، ما بيلعبش العصر، بيلعب بالليل، فاحنا هنكسبه. طلع بيستفز النادي الاهلي وما يعرفش ان النادي الاهلي ما حدش يقدر يستفزه. فالمهم مفتش كومبو كان لسه بيدرس نادي الاهلي. في بقى مواضيع المباراه ذات نفسها، وانا شايف ان الحلقه بدات تطول فاحنا هنلخص لكم الموضوع. الهدف الاول طبعا احرزه اللاعب رامي ربيعه. تقول لي رامي ربيعه ازاي؟ مش رامي ربيعه كان سيرد باك؟ اقول لك رامي ربيعه بيلعب موسم من افضل مواسمه مع النادي الاهلي حتى الان. رامي ربيعه اللي حجز مقعد في التشكيله الاساسيه للمنتخب المصري منتخب الفراعنه، وهو حاليا بيعمل اداء عالمي مع النادي الاهلي. وهو طبعا ما كانش لسه راجع عشان يدافع، فهوب الكوره جات له من حسين الشحات وقعت من ايد الحارس هوب في الجون الاول للنادي الاهلي. ثم الهدف الثاني عن طريق مين؟ التاو بيرسي تاو، خطا دفاعي من نادي غوماهيا الكيني، ثم ترجع لبيرسي تاو يمقص الحارس وهوب الهدف الثاني. كل الكلام ده في دقيقه واحده، كل الكلام ده في دقيقة واحدة. الهدف الثالث طبعا الكرة جاية من طاهر لوسام، ده بكى مدافعين دخلوا عليه وقع، الكرة طلعت من رجل وسام هوبا على رجل مين؟ عمك التاو اللي جاي من ورا بصاروخية. هدف الثالث للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يفوز على جوماهيا بثلاثية بدون اهتزاز شباكه. طيب ده النادي الاهلي. في بقى حاجات كده لازم نتوقف عندها، وهي يحيى عطية الله. يحيى عطية الله ما تقدرش ان انت تقول عليه حاجه في المباراه اللي زي كده. اول مباراته مع النادي الاهلي واول مباراه في دوري ابطال افريقيا على ملعب، يعني ملعب ما تقدرش تقول عليه ملعب شوارع، لو بتلعبوا في الشارع هيبقى ملعب افضل من كده. فاحنا لسه مش هنقيم يحيى عطية الله دلوقتي، لكن برضه يا جماعه في ناس تقول عليها بعينها، زي محمد طاهر نزل حنكش شويه وكان كويس، زي قفشه اللي طلع رجع الاستحواذ تاني للنادي الاهلي بعد ما الاهلي فقد الاستحواذ في الشوط الثاني. وبعد مارسيل كولر اللي ابدع وعرف فعلا يقرا المنافس صح اللي هو نادي غوماهيا الكيني. لا، مارسيل كولر عامل مباراه تكتيكيه عالميه، عامل ماتش كبير جدا مع النادي الاهلي امام غوماهيا، وهو ده السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي. شخصيه البطل الى شخصيه النادي الاهلي، واللي دايما يسعى لتحقيق الالقاب والنجاح دوما. طيب في بقى خبر غير صارش لجماهير النادي الاهلي. وايه الخبر اللي مش كويس لجماهير النادي الاهلي؟ اصابه الوفد الجديد يحيى عطية الله. دن مارسيل كولر بيقول لك سبب تغيير يحيى عطية الله ان هو حس ببعض الالام. هنا المشكله، لسه هتحقق من الموضوع ونشوف ايه اللي هيحصل، لكن باذن الله الموضوع يبقى بسيط. دي حلقتنا النهارده، واتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تدعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.